النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فتة لحمة العيد طبعا، يعني فتة كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا حلة كده على النار، حطيت فيها شوية زيت. مجرد ما الزيت بيسخن بنزل باللحمة وبديلها كده تشويحة. انا بحب اشوح اللحمة، بتفرق معايا في الطعم. بتختلف لما بتكوني كده غالية المية وبتنزلي بقطع اللحمة، لا لما بتشوحيها الاول بالبهارات بقى، بالكباب الصيني والفلفل الاسمر والحبهان والمستكه وورق اللورا، بتفرق معاكي تماما في الطعم. بفضل اقلب فيها كده لحد ما بتغير اللون بتاعها، وبعد كده هنزل عليها كده ببصلايه وطماطمايه وشويه من الفلفل الاسمر. ولو الفلفل الاسمر معاكي صحيح بيكون احسن، لو مطحون ما تكتريش عشان ما يغيرش لون الشوربه معاكي. وبعد كده بفضل اشوح فيها كده شويه وانزل عليها بميه مغليه في الكتل. لما تيجي تسلقي اللحمه حطي عليها ميه سخنه، اغلي الميه كده في الكتل وحطيها. ما تحطيش عليها بميه، ما تحطيش ميه من الحنفيه ساقعه مباشره عشان ما تاخرش معاكي تسويه اللحمه. خلاص هنسيب اللحمه لحد ما تستوي. ومعايا كده حله برضو حطيت فيها شويه من الزيت، هنزل بها بمعلقه من الثوم. معلقه من الثوم طبعا، ثوم كتير. يعني الفته ما بتحطي فيها خل وثوم بزياده كده شويه بيبقى معاكي الطعم احلى. هشوح الثوم كده لحد ما ياخد اللون الاصفر. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص شايفين الثوم لونه بقى عامل ازاي؟ بعد كده نزلت عليه بشويه من الخل، وهنزل عليه بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم. وبعد كده معايا طماطم عصراها كده في الخلاط فريش، هنزل برده واسيبها لحد ما تستوي كويس. وهملحها بقى بملح وفلفل. هغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي. وبعد ما الصلصه تستوي زي ما انتم شايفين كده، خلاص كده ما شاء الله كانت كده تمام معانا. هنعمل الرز. جبت حله وخدت فيها شويه من الزيت، واحط عليها معلقه من السمنه البلدي، وهغسل بقى الرز واشوحه. افضلي كده شوحي في الرز لحد ما كل الرزايه تتغلف بالماده الدهنيه، بيطلع معاك الرز كده مفرفر وجميل. طبعا كنت عايزه احط معلقه توم قبل ما احط رز بس نسيتها، فحطيتها كده في في شويه من الزيت كده في جنب من الحله. وهشوحها وبعد كده اشوحها مع رز، بتفرق معاكي برده في طعم الرز. كده شوحت الرز وحطيت له الملح، وبعد كده انزل عليه برده بميه مغليه من الكتل. مجرد ما يشرب ميته ههدي عليه النار واسيبه لحد ما يستوي. خلاص كده الرز نشف، شرب الميه بتاعته، وهديت عليه النار واللحمه كمان كانت استوت. هحط لها الملح واسيبها تغلي كده غلوتين في الملح بتاعها. هنا بقى جبت العيش هقطعه كده، طبعا مش عايزه احمره في الزيت عشان ما يشربش كميه زيت كتير. هقطعه كده وادخله الفرن. احط عليه بس معلقه واحده من الزيت مش اكتر، وهدخله الفرن يتحمر في الفرن. لكن لما بتحمريه في زيت كده على البوتاجاز بيشرب معاكي كميه زيت كتيره جدا. حطيت كده معلقه الزيت زي ما انتم شايفين، وهدخله كده الفرن. مش هياخد معايا بالظبط 5 دقايق وهيبدا ياخد اللون، اخرجه من الفرن على طول. هنا بقى جبت طاسه وحطيت فيها شويه من الزيت، شويه من الثوم. وهنا بقى العيش كان اتحمص في الفرن، شايفين الثوم خد لون ازاي؟ حطيت عليه برده شويه من الخل. ولازم تطعمي العيش كده بالخل والثوم عشان يكون طعمه حلو. هقلبه كده كويس. بعد كده خدت عليه كده شويه من الشوربه، واخد عليه برده معلقتين من الصلصه، وكده خلاص العيش جاهز معانا. طبعا هنحط العيش كده في الطبق بتاع التقديم. بتحطي العيش تحته، بعد كده بتحطي عليه الرز. شايفين طبعا الرز زي ما قلت لكم لما بتغلفيه كده بماده دهنيه وتقلبيه شويه بيطلع كده كل حبايه لوحدها. بعد كده بقى نزلت بالصلصه.
هنا اللحمه بقى كنت حمرتها. دي كانت وصفه النهارده، وصفه سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله تجربوها. كل سنه وانتم طيبين وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.